السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. وحشتوني قوي 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 قوي، بقالي زمان ما نزلتش فيديوهات. النهاردة بقى جبت لكم فيديو جامد قوي نفرح ولادنا ونعمل أحلى وأجمل مارشميلو بطريقة سهلة جدا وبمقادير اقتصادية بمكونين 2. هنعمل المارشميلو اللي انتوا شايفينه ده وكمية كمان اكتر من اللي قدامكم دي. شايفين المطة اللي فيها قد ايه جميلة، نفس بالظبط التست والطعم بتاع بره، واجمل واحلى. وزي ما قلت لكم مكونات لا تذكر. ان شاء الله باذن الله متاكده ان الفيديو هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات السهله والبسيطه المتعودين نعملها سوا مع بعض. يلا بينا على طول نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف الوصفه بتاعت المارشميلو بتاعنا. وبعد ما شفنا المارشميلو القمر ده، تعالوا نشوف هنعمله بمكونين 2 موجودين في كل مطبخ. اول حاجه جبنا حله كده او وok ونزلنا فيها بكوبايه ونص من السكر العادي الحبيبات، وعليهم نص كوبايه من الميه العاديه خالص اللي هي من الحنفيه. وهنستخدم المكون التاني اللي هو ايه بقى، اللي هو عسل الجلوكوز، هناخد منه نص كوبايه برضو. يبقى خدنا كوبايه ونص من السكر، عليهم نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من عسل الجلوكوز. كده سيرب عادي خالص مفيش فيه اي حاجه. زي ما انتوا شايفين مكونين 2 بس هنعمل المارشميلو القمر اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو. هنقلب بقى على البارد كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما ندوب السكر، عشان مش هنيجي جنبه تاني خالص مع عسل الجلوكوز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنقوم رافعينه على النار وهنعد بالظبط دقيقتين 2 بس، وهنطفي عليه على نار متوسطة. في الوقت ده هنحضر المكون اللي هو التاني، يعني السكر. وادي المكون التاني اهوت اللي هو هناخد 3 معالق كبار من الجيلاتين. الجيلاتين طبعا جيلاتين حلال، بنجيبه من اي عطار بس يكون موثوق منه عشان يكون حلو ونظيف. وهنستخدم عليهم ربع كوبايه من الميه العاديه خالص اللي هي من الحنفيه. ده تاني مكون. يبقى المكون الاولاني السكر، والمكون التاني ال3 معالق من الجيلاتين. بس كده هنقلبه كويس كده ونركنه. عبال ما حضرناه هنشوف بقى، هنكمل بقى ربع كوبايه الميه كده عشان ندوب كويس الجيلاتين بتاعنا، عشان يكون متدوب كويس مفيش فيه اي تكتلات خالص. في الوقت ده عدينا دقيقتين على ايدينا بالظبط ونشوف السيرب اللي احنا عملناه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ عندنا طريقتين. الاول في البدايه خالص قبل ما اشتغل في اي حاجه لازم احضر العلبه اللي انا هشتغل فيها. دهنتها من تحت وحطيت عليها كيس من اكياس التلاجة. خلاص دهنتها كويس بنقطة من الزيت كده، ويكون الزيت طبعا ملوش اي ريحة نهائي. خلاص حضرتها جنبي كده وهبتدي احضر العجان بتاعي. طب انا ما عنديش عجان، ممكن استخدم مضرب يدوي عادي خالص. تمام. اللي هو المضرب الكهربائي قصدي. ممكن نستخدم المضرب اليدوي او ممكن نستخدمه بس هياخد وقت طويل معانا شويه. نزلنا بقى بالسيرب اللي احنا عملناه اللي هو قعد دقيقتين بالظبط، ونزلنا كمان ب3 معالق اللي هم حطيناهم في ربع كوبايه من الميه دول من الجيلاتين. بعد ما شفناه نفش كده وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نزلتهم في بولة العجان وهبتدي اشغل المضرب بتاع العجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم مفيش اي مشكله، ممكن نستخدم مضرب يدوي او مضرب كهربائي هيدينا نفس النتيجه، بس المضرب اليدوي هيتعبنا شويه، هياخد معانا فتره. هنا هنضرب فيه حوالي من 5 دقايق ل7 دقايق بضرب متواصل، وهنلاحظ الفرق بين اللون وبين القوام كل فتره كده. يعني انا سايبه لكم هنا عشان تشوفوا قد ايه اللون هيبقى لونه فاتح والكميه كمان هتتضاعف. هنا بالنسبه للمكون ان انا ضفته ده اختياري، ممكن تضيفيه وممكن لا. انا اضفت هنا حوالي ربع معلقه صغيره من اسانس الحليب. ممكن بدله نستخدم فانيليا، وممكن ما نستخدمش اي حاجه خالص عادي مفيش اي مشكله. يعني ده ما يعتبرش مكون اساسي في الوصفه بتاعتنا. يبقى المكونين اللي احنا استخدمناهم السكر والجيلاتين. طبعا الميه مش ما تعتبرش مكون موجود عندنا في كل بيت زي ما انتوا عارفين. تمام. هوريكم مراحل بقى اللي هو تفتيح لون السكر اللي بتاعنا مع الجيلاتين. هيبتدي بالشكل ده. الاول هنلاقي لونه كل ما بنضرب فيه كل ما اللون بتاعه بيتغير تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا المارشميلو بتاعنا ده يعني يعتبر اقتصادي، مفيش فيه اي تكلفة نهائي مقارنة بان احنا نشتريه من بره.
تمام كده. وطبعا ضامنين ان الحاجه اللي بنستخدمها نظيفه، مفيش فيها اي مواد حافظه ولا اي حاجه خالص. ولادنا يفرحوا بيها جدا، والنتيجه هتكون اكتر من روعه حتى لو عملتيها لاول مره. زي ما انتم ملاحظين يا حبايب قلبي، القوام اتغير واللون فتح. هعرف ازاي ان هو خلاص كده؟ لما اختبره على بين الصابعين كده والاقيه بيشد معايا وبيمط. هنا كده خلاص، خلاص كده المارشميلو يكون جاهز. طب انا حابه بقى ادلع المارشميلو بتاعي وعايزه الونه لاولادي. انا كده خلصت المارشميلو اللي هو باللون الابيض، ممكن انزله كله في العلبه اللي انا بستخدمها، وخلاص كده يبقى خلص كده المارشميلو. تمام. طيب انا عايزه بقى ادلعه كده واعمل لون تاني معاه. انا خدت نص الكميه، والنص التاني هنشوف هنعمل فيها ايه. طبعا ده انا هبتدي احطه بقى في التلاجة لغايه لما يشد معايا، وهبتدي اشوف هنعمل ايه في النص اللي اتبقى منه في نفس العجان وفي نفس المكان. هبتدي انزل بنص الكميه وعليها نقطتين لنقطه 3 نقط من اللون الغذائي اللي هو اللون البنك، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغايه لما يديني اللون اللي انا عايزاه. خلاص. زي ما قلت لكم لازم نحط المارشميلو يشد شويه، ما نحطوش على بعض عشان الالوان هتلاقيها اختلطت على بعض كده. ويا دوبك بس نضرب ونطلعه بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين لونه بقى جميل ازاي، لون البنك الجميل. هحاول انزل طبعا اللي في الاركان كده او في الجوانب، وهختلطه ببعض بالشكل ده. طلعته طبعا من التلاجة وبدات اضيف عليه اللي هو اللون البنك. هي بنفس المقدار اللي انا عملته معاكم، اللي هي 1.5 كوباية من السكر. شايفين هيدينا كمية كويسة وشكل حلو قوي. عايزين تضاعفوا الكمية وعايزين تعملوا ألوانات تانية، تقدروا تعملوها بنفس الكمية وبنفس الشكل. هبتدي بس أساوي السطح سطح العلبة بالشكل ده اللي أنا حاطة فيها، عشان يبقى اللونين ما يمتزجوش ببعض، يبقى اللون البنك وتحت اللون الأبيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي نخبط كده على العلبة عشان تتساوي السطح بتاعها بالشكل ده. قد ايه سهل، قد ايه مكوناته سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. ويا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم، وتكون الوصفة تفرح ولادكم. وزي ما قلت لكم النتيجة هتكون اكتر من روعة حتى لو الاول مرة بتعملوه. وزي ما شفتوا حبايب قلبي قد ايه المارشميلو سهل جدا ومقاديره بسيطه جدا. تقدري تقومي تعمليه دلوقتي لاولادك وتفرحيهم بيه. وده طبعا بعد ما قعد ساعه. طبعا كل ما بيقعد اكتر، يعني لو انت عملتيه بالليل وسبتيه لتاني يوم هيديكي نتيجه كمان افضل واحسن بكتير. بس انا كنت طبعا مستعجله عشان انزل لكم الفيديو فاستنيت ساعه واحده بس، ودي كانت النتيجه بتاعته. قد ايه جميل وطعمه في منتهى الجمال. اكيد ولادك هيعجبوا بيه ويفرحوا بيه جدا جدا. وزي ما قلت لك طريقه سهله جدا وبسيطه. يا ريت ان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الوصفات السهله والبسيطه المتعودين نعملها سوا مع بعض. واقول لكم ايه، هتوحشوني من الوصفه دي للوصفه الجايه. وشوفوا وشكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.